بكره يقولون لك اطلع في المساحات، ترى اتصل بمدرب الالماني في المنتخب الفلاني وسال عن اللاعب الفلاني وقال كويس وجابه، يقعدون يلفون يدورون علينا. الشغل كله يبقى المدرب اللي ندخل فتره المعسكر، لانهم يقاتلون على المدرب والمساحات تشتغل مقاتله عليها. وحتى انه يعني يوم شافوا الاشتاق ضاب في جلسه واحده مره، جو دخلوا عندنا المساحه واخذوا مايكات وقالوا ايش رايكم نغير الاشتاق. اتمنى لكم التوفيق والله يحفظكم. شكرا لكم مداخلتك. ميدو حياك الله. السلام عليكم يا ابو نور والشباب الموجودين. طيب انا حتكلم في نقطتين بس بسيطه كذا. برشلونه قبل سنه جاب تشافي وخبرته التدريبيه كانت سنتين، وكانوا مخططين برشلونه مع تشافي، هذا لاعب عندهم كان موجود وبعدين انتقل للسد القطري وصار مدرب، درب السد القطري تقريبا سنه او سنتين وجابوه عندهم، وكان عندهم مشروع به كبير لمده 4 سنوات. كمل معاهم العام الماضي اللي هو يسموه الدور الثاني كامل، والسنه هذه مسكوا من اول الموسم لاخر الموسم. برشلونه ما جاء كابر غير المدرب مشاه، قال له انت الفريق ما حيوصل معاك لبعيد، مشاه وهو خبرته التدريبيه تقارن بخبره التدريبيه حقت ياسر. هذا كان مدرب في الدوري القطري وهذا اللي عندنا مدرب في الدوري النمساوي، كلما الاثنين زي ما يقول الخبره التدريبيه. برشلونه قلت لكم باكا غير المدرب، وقع قبل اسبوع مع مدرب منتخب الماني اللي هو فيليك، اللي غلبهم في دور الاربعه بنجوم برشلونه كلها، ولما كان يدرب بايرن ميونخ ب8. برشلونه ما جاء قال والله هذا المدرب اللي جاء غلب من الدافع ب8، جابوه ما كابروا، غيروا المدرب. نرجع للنقطه الثانيه اللي مقارنه كلوب لما جاء ليفربول كان في مشروع مشترك ما بين الاداره وما بين المدرب، وكان ظاهر للاعلام احنا نبغى نجدد الفريق كامل. وكلوب في اول سنه لما ندرب ليفربول وصل معاهم نهائي الاتحاد الاوروبي وخسر من اشبيليا بسبب انا اقولها كده غباء حارس وضعف وبلاعه مدافعين. الموسم اللي بعده غير تقريبا جزء كبير، غير الحارس وغير مدافعين وصعد لاعبين. الموسم الثالث باع لاعب واحد اللي هو كوتينهو، باعه. هذا كوتينهو جابوا بالفلوس حقته صلاح، ماني، إلسون، فان دايك، الأربعة ذولا جابوه. وبدأت بعدها صعود ليفربول، صعدوا للمنصات. أول سنة في ثالث سنة وصلوا نهائي الشامبيونز ليج وخسروه، والسنة اللي بعدها وصلوا النهائي وحققوا الدوري بعد غياب طويل. زينا هم، لن تسير وحيدا، واصبر 30 سنة 40 سنة زينا هم، بس لكن وصلوا وفضل على مستوى ليفربول ومكمل بيهم. هذا اللي عنده مشروع. إدارتنا مع المدرب ذا عندها مشروع، وهل المدرب ذا المشروع اللي هو عنده ذا يوصلني البعيد؟ زي ما قلت لك برشلونة كان عندها مشروع مع المدرب ذا، لما لقت إنه المدرب اللي عندها ما يكمل ما ينفع ليه المشروع حقها مشته. أرجع لنقطة نونو سانتو نجاحاته كانت في البرتغال لما كان يدرب بورتو، ولما راح فالنسيا كان من أقوى الفرق فالنسيا تحت تدريب نونو سانتو، وعشان كده جو لقطوه توتنهام، وهي بداية النزول لا والله مو توتنهام، وولفرهامبتون. وهو حتى كمان كان الموسم الماضي يضارب ويحارب يبغى يجيب نفس لنادي الاتحاد قبل صندوق الاستثمار ولجنة الاستقطابات. السوق الآن موجود، بس لكن الآن سؤال، أنا واحد من الناس
يجيني واحد يقول لي زيدان ليه ما يجي ابو الاهلي؟ زيدان خبرته التدريبيه عشان يكون معاكم صريحين ما درب الا ريال مدريد، كم سنه؟ سنتين ثلاثه بس اسم، وفي معاه البيش اللي معاه الاعضاء الفنيين زي ما عليه كثار. وزيدان عنده طموح، زيدان يبغى يدرب اليوفي، يبغى يدرب منتخب فرنسا. احنا الان جالسين كل ما بنتاخر في اختيار المدراء الفنيين بيجي يضيعوا اللي هم احنا نقول عليهم ذا الممتازين. كونتي الان مع نابولي، مين اللي موجود في السوق؟ كوسنساو هذا اللي كنا احنا نضارب عليه الموسم الماضي اللي في نادي بورتو، النصر حاطه الان، وكم نادي حاطه. مورينهو راح فنربخشة، اكثر من مدرب. بس دور انت، شوف المدرب اللي ينفع معاك. انت ايش تبغى؟ انت لازم تكون عندك استراتيجيه عمل، استراتيجيه، وتكون واضح مع الجمهور. انا دائما اقول كون واضح مع الجمهور. اطلع كذا في مؤتمر قول استراتيجيتنا انه الموسم الجاي والموسم اللي بعده ما حنحقق بطولات، لكن بعد 3 سنوات انتوا حتشوفوا الفريق حقنا ذا من التوب، ما في بطوله ما حنجي ننافس عليها. انا اوكي، انا اتقبل ما تقبل. كن معايا صريح، مو تيجي تقول لي، لانه قلت لك الحشو اللي يجي يحشوه في الرئيس التنفيذي وفي المدير الرياضي وفي ذا المدرب هو حشو من شخص واحد. وقال لك هي علي الزنقري قال لك ايه؟ قال لك انه لانه اللكنه هذه انا جيت سمعتها في كل مره انه انتوا صاعدين من يلو، فريق حديث، صاعد انت فريق صاعد، يعني انت وصولك للمركز الثالث قول الحمد لله. هذا هم، لانه اللي جاء وقع معاه استصغرني ووصل الصوره دي. وفي ناس بصمنجيه بصموا على الكلام ذا. انا قلتها، اللي بيروح يفاوض لازم يعرف التاريخ حق النادي الاهلي. انا جبت فلان وفلان 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 وفلان، مو تيجي تقول له اخر سنتين. هذا هو. انا قلت لك، انا لفيت لك كده، اخذت لك لفه كده كامله الدوار ورجعتك عند النقطه. استلم يا محمد النادي من بعدي. يعطيك العافيه يا ميدو. بندر ودي وين راح اختفى؟ شوف حبيبي، بقول حاجه، وانا يعني كما تعرفون عني ان 99% من كلامي غير صحيح. انا معترف 99% من كلامي غير صحيح، وبما انه يعني ما باقي الا واحد عشان اختم 100% الغير صحيحه،